لو انت في المانيا ومهتم جدا بالحضاره المصريه وبالاثار الفرعونيه القديمه، فانت قدامك حاجه من اتنين. قدامك اول حاجه ان انت تروح المتحف المصري بتاعنا موجود في برلين. المتحف المصري ده يعتبر ثالث اكبر متحف على مستوى العالم. اول متحف كبير خالص اللي هو المتحف بتاعنا اللي موجود في مصر، الثاني اللي هو موجود في لندن، وده الثالث. في حوالي 80,000 قطعة أثرية. وفي أهم حاجة بالنسبة لنا إحنا كمصريين بنفتخر بيها ومعروفة جدا عندنا، وهي نيفرتيتي باست، راس نيفرتيتي. راس نيفرتيتي مش موجودة في مصر. للي ما يعرفش، راس نيفرتيتي يعني هنقول ايه اتاخدت او اتسرقت، يعني على حسب يعني عايز تسميها ازاي، وجابوها هنا ألمانيا، فهي معروضة في المتحف المصري هنا في برلين. وهي حاجه بصراحه يعني كبيره بالنسبه لنا، ان حاجه زي دي ماستر بيس، دي مش موجوده في مصر، موجوده في المانيا. زيها زي بالظبط الموناليزا. الموناليزا هي مش الموناليزا نفس القصه برضه، هم اتقلبوا فيها الموناليزا ايطاليه ومش فرنسويه. الموناليزا اللي عملها رسام ايطالي دافنشي، وكانت لست موناليزا نفسها هي ست ايطاليه، ولكن اللوحه اتاخدت واتسرقت، وحاليا هي بتتعرض في متحف اللوفر في فرنسا. فنفس القصه يعني. نيفرتيتي بالنسبه لنا زي الموناليزا كده عند الايطاليين، حاجه كبيره جدا يعني. لو تقدر تروح المتحف المصري طبعا دي حاجه كويسه جدا، هتشوف كميه اثار يعني انا مش فاهمه يعني وصلوا لها ازاي يعني وصلت هنا ازاي، بس حاجات منتهى الجمال وحاجات منتهى الدقه ومشغولات وادوات كانوا بيستعملوها في البنى وفي التابوتات. وفي تقريبا فيها برضو بتهيألي شفت فيها توابيت، بتهيألي شفت حاجه هناك. انا رحت يمكن من كذا سنه، وبصراحه المكان عجبني جدا جدا جدا. والمكان موجود في ميوزيوم انزل، هي زي جزيره محطوط عليها كذا متحف، والجزيره دي بتاعت المتاحف دي تبع منظمه اليونسكو، يعني عشان تشعر بقيمه المكان قد ايه مهمه هنا في المانيا، وليه تقديره وليه يعني تاريخه. فده اوبشن ممكن تعمله. الحاجه الثانيه بقى، الحاجه الجميله اللي حاليا بتحصل هنا في المانيا، ان في تور رمسيس اللي عندنا في مصر مش محطه رمسيس التمثال نفسه الشخص. عاملين له جوله هنا، ابتدت من يوم 14/7 تقريبا او 15/7 السنه دي، وهتنتهي يوم 5/1 السنه الجايه. عاملين عرض كمان لمقتنيات مصريه قديمه، حوالي 180 قطعه مصريه، مع تماثيل رمسيس ومع حاجاته الخاصه. المتحف ده موجود في كولون في مقاطعه NRV نورد راين فيستفالن. فلو اي حد قريب من المقاطعه وحابب يشوف حاجه زي كده طبعا ارشحها له، المكان حلو جدا. هسيب لكم اللينك بتاع الاوستيلونج رامسيس اوستيلونج.de، هسيبه لكم برده في الكومنتس لو حد حابب يدخل يشوف الاسعار التذاكر ايه. اسعار التذاكر كمان مش غاليه، هي للاطفال الصغيرين 16 يورو، ولو حد كبير 22 يورو. طبعا يعني مقارنه بان انت عشان تشوف حاجه زي دي انت لازم تسافر مصر وتاخد تذاكر طيران وتوصل هناك وتروح كايرو تروح القاهره، ودي صعب جدا. فعشان تعمل رحله زي دي انت لازم يكون عندك قدر كبير من الطاقه والانرجي يعني والفلوس عشان تقدر تعمل حاجه زي دي. يعني الاوستيلنج اللي هم عاملينها دي هي فرصه كويسه جدا لاي حد ما سافرش او مش قادر يسافر. وبالنسبه هنا كمان للالمان فهي حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم. في ناس كتيره جدا مهتمه بالحضاره المصريه، عندها شغف وعندها فضول تعرف اكتر وتشوف حاجات من الحاجات اللي هم دايما بيسمعوا عنها او بيقروا عنها في الكتب. فدي فرصه يعني عظيمه جدا ليهم ان هم يروحوا يدفعوا بس التيكت بتاعه المتحف ويشوفوا كل الشغل المعروض هناك، وبما فيهم اعظم حاجه طبعا رمسيس. يعني لو انتوا في NRV او مهتمين بالموضوع ممكن تروحوا. ولو في حد من اصحابكم يعني حوالين المقاطعه ممكن برضو يعني تبقى فرصه كويسه ليه لو هو مهتم وحابب يشوف حاجه زي دي. فاكتبوا لي في الكومنتس لو كنتوا رحتوا فعلا المتحف ده، او لو ناويين تروحوا. وزي ما قلت لو مش ناويين حاولوا تعملوا شير للفيديو بحيث يوصل للناس تكون مهتمه بالموضوع. وبس كده، تشاو.